التقرير الثاني عن الآثار الإسلامية في الفسطاط واللي بتساعدنا فيها المرشدة سالي سليمان. تعالوا شوفوا الآثار الإسلامية في الفسطاط حصل لها إيه. استكمالاً لحملة متابعتنا لحال قطاع الآثار المصرية بمحافظات مصر، واللي على إثرها رصدنا عدد كبير من المخالفات اللي بتهدد آثارنا الإسلامية بمنطقة الفسطاط، واللي نفى وزير الآثار وجودها وأكد إن الصور اللي قمنا بتصويرها قديمة وليس لها وجود حالياً على أرض الواقع، على عكس الحقيقة اللي رصدناها. وتأكيداً على صحة ما نقوم به من نقل لصور حية من أرض الواقع، وتمسكاً بشرف المهنة وحفاظاً على آثارنا وتراثنا، ذهبنا اليوم لمنطقة أخرى ثرية بالتراث المصري والآثار الإسلامية، تحيطها حالة شديدة من التدهور والإهمال المستمر على مرأى ومسمع المسؤولين، عل وعسى أن نلفت انتباههم لها عن قصد هذه المرة. احنا دلوقتي كده في رحاب آل البيت، احنا جايين من ميدان السيدة نفيسة، وهنمشي في شارع الأشراف اللي هو كله مقابر وأضرحة لأولياء الله الصالحين وآل البيت، وكمان موجود آثار في المنطقة دي. يعني مش بس عندنا حاجات روحانية اللي هي الأضرحة بتوع أولياء الله الصالحين وآل البيت، بس كمان عندنا آثار إسلامية من العصر المملوكي وأواخر الأيوبي أوائل المملوكي. عندنا الأشرف خليل بن قلاوون، وعندنا فاطمة خاتون وشجر الدر. احنا دلوقتي قدام واحد من اهم المماليك وشخصيه تاريخيه مهمه جدا في التاريخ المملوكي عندنا وفي تاريخنا الاسلامي كله، اللي هو الاشرف ابن قلاوون. ده اللي فتح عكا، حصن عكا المنيع، وقطع دابر الصليبيين، وده المفروض الضريح بتاعه. ويعني طبعا حالته يرثى لها، مش بس الحالة المتهالكة للضريح نفسه، ولكن المشاكل اللي احنا بالتالي تعودنا عليها خلاص، اللي هي الزبالة والمياه الجوفية والهيش اللي موجود ده. ودلوقتي احنا في حضرة شجر الدر. شجر الدر السلطانة الوحيدة، سيدة هامة في التاريخ الإسلامي. احنا قرينا يعني وصف في الكتب القديمة ليه شكله عامل ازاي من جوه، لكن انا مش قادرة افهم ابدا ايه الحكمة من قفله كده. طبعا قفل اي اثر بيأثر عليه وبيأثر على عمره علشان عامل الرطوبة، وزي ما احنا شايفين كده من خارج الحيطان ان هو ابتدى يعني الرطوبة واضحة جدا فيه، وابتدى يحصل تشققات والملاط بتاعه يتقشر. ده غير طبعا المنظر اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بقى معلم اساسي في اي اثر بنشوفه، اللي هو الزبالة. احنا دلوقتي عند ضريح ام الصالح فاطمه خاتون، ده قصر مملوكي برضو القرن ال13. وكالعاده زي ما احنا متعودين خلاص ده بقى مشهد ثابت في الاثار، ان احنا اول ما اللي بتستقبلنا القمامه اللي موجوده. ونضيف كمان هنا المياه الجوفيه اللي مش بس بتهدد الاثر، ولكن بتهدد الاضرحه بتاعه اولياء الله الصالحين والاضرحه بتاعه آل البيت. فاذا ما كناش يعني اذا هم مش مهتمين قوي بالاثار وشايفين ان هي يعني عندنا ما يكفي وكتير وواحد كفايه يمثل المكان، فعلى الاقل نحترم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته الصالحه اللي موجوده عندنا، اللي يعني احنا شرفنا بان هم جم مصر. والاوقاف ملزمه ان هي تصرف على الاماكن دي اذا كانت الاثار بتتحجج بان هي ما عندهاش فلوس علشان تصرف وترمم، فالأوقاف بالقانون ملزمة إن هي تصرف والآثار تترمم. أنا بشكر المرشدة سالي سليمان جدا، بتعمل معانا جهد رائع الحقيقة. ضريح شجرة الدر وضريح الأشرف ابن قلاوون فاتح عكا، حاجة مهزلة مهزلة يا بلد والله.